ليه شعرك كذا ملحجة ولبسك من أسواق الهرم؟ شايف وجهك عشان ندعمك. وش تسوي؟ نربي مشاهير التيك توك اللي انشهروا وكلوا على ظهورنا. أول شي هم قدموا محتوى وانشهروا عليه وهذا رزقهم، والرزاق بالسماء والحاسد من الأرض. أي محتوى تكفين يرحم والدينك، كلها قستات سواليف ومغازل مع بنات وهدايا وكذب واستعطاف جمهور. في مشاهير تأثيرهم حلو وواضح على الناس وأدوا رسالتهم، وفي مشاهير من اللي تقول عنهم بدون محتوى ومجرد كلام فاضي وقستات خارجة عن العادات والتقاليد والدين، والناس هي اللي شهرتهم ودعمتهم. يا محمد، اللي عجبك ويفيد وله أثر طيب ادعمه وامدحه، أما اللي محتواه ما يناسبك لا ترفع مشاهداته وتتابعه. أنت اللي تحط قيمة للي ما له قيمة. تدرين صح بس دقيقة، شوفي شعر هذا كأنه ليفة مواعين منفوخة، بكرة يصير ترند، الصاحي والمجنون يسوون مثله. والله أنا ما حبيت إلا ترندات الأكل، خاصة ترند الخباز تميس بنوتيلا وتميس بكندر، واي حلو. أقول لك بهايم، حتى التجار يألفون قصص عشان تصعد ترند ويشترون منهم. كيف هم أحرار؟ هذا اسمه فن التسويق يا شيخة، هذا اسمه استهطاف. أجل واحدة كاتبة صعدوني ترند في واحدة حولت لي فلوس المنتج ولا أرسلت لي عنوانها، يمكن تشوف تكلمني. هذا اسمه غش التسويق. الله العالم بقلوب الناس، وهالتيك توك في صالح وفي طالح، والإنسان عقله براسه ويعرف خلاصه. أقول أنتي الله يرحم والدينك، ما شفتي صديق نويصر الفقير اللي يلا يحصل عشاه وغداه، بايع سيارته عشان يدعم هذا منصور الوطن. ناس مخها أوه، الحكي معك ضايع. المهم لا تتنمر على الناس، وادخل لناس محتواها يفيدك ويفيد مبادئك وأخلاقك ودينك.